عملت اي تعديل في العربيه دي او في الميجان او في الرينو عموما، اللي انت مثلا ايه غيرت الانوار الاماميه، ركبت امبيانت لايت، ركبت شاشه، الكلام ده، جيت جنب ضفيره العربيه، هتكره العربيه وهتكره نفسك وهتكرهني انا كمان، مش عارف ليه. كل قطع غيارها متوفره، مفيش منها مشاكل خالص. ده نفس الموتور اللي بينزل في العربيه الميجان 2 اللي هتظهر لكم دلوقتي على الشاشه. عداد الحراره معايا كان في التجربه قاعد بيلعب، يعني بيجي عند النص وبيزيد سنه وبينزل تحت. في وسط زحمه العربيات اللي من 200 ل 300 الف جنيه في سوق المستعمل هتلاقي العربيه دي في طريقك. طبعا اللي ليه واللي ملوش في العربيات هيقول لك لا يا عم ابعد عنها، دي اعطالها وبتاع، وانا هقول لك هو عنده حق. بس خليني اقول لك الاول ايه مشاكل العربيات دي او ليه احنا زمان كنا بنبعد عنها. الرينو يا جماعه او الفرنساوي عموما او الاوروبي بالاخص يعني بشكل عام، كان الصناعيه اللي بيشتغل فيه كانوا قليلين زمان، وكانت اعطاله مش مفهومه، خصوصا ان الفرنساوي او الرينو القديم مشاكله كانت تتلخص في الكهرباء. العربيه معقده شويه في الكهرباء بتاعتها، فكانت بتبقى متعبه للي بيشتري عربيه زي دي، وما كانش في حد بيفهم في العربيات دي، واللي بيفهم كان طبعا كان بيروح لطشك اي سعر هو عايزه، لان هو الوحيد اللي بيفهم في حاجه زي دي. وبرده خليني اقول لك العربيات دي مش بتحب اهمال الصيانات ومش بتحب البنزين الرديء، فانت لازم تاخد بالك من النقطتين دول. قبل ما نبدا الفيديو ونتكلم عن العربيه واطلع اجربها لك على الطريق واقول لك عيوبها ومميزاتها وايه الخلاصه فيها، يعني من الاخر تشتريها ولا ما تشتريهاش، عايزك تعمل لايك للفيديو ده، وعايزك تعمل اشتراك للقناه لو انت على يوتيوب من تحت، ومتابعه من فوق لو انت على فيسبوك، وشير الفيديو ده او ابعت الفيديو ده لاي واحد صاحبك مهتم بالعربيات المستعمله في مصر او العربيات اللي من 200 ل 300 الف جنيه. ويلا بينا نبدا. موتور العربيه دي 1600 سي سي تنفس طبيعي مش تربو، ده نفس الموتور اللي بينزل في العربيه الميجان 2 اللي هتظهر لكم دلوقتي على الشاشه. والشكل اللي بعد ده من العربيه دي اللي هي من موديل 2013 بتنزل بفتيس وموتور اللي بينزلوا في النيسان السنترا واللي بينزلوا في النيسان الجوك. والفتيس اللي مع العربيه دي 4 سرعات اوتوماتيك، روحه صغيره جدا وبيستهلك بنزين كتير، وده هطلع اقول لك برده على الطريق ماشي وعامل ازاي واحساس النقلات والكلام ده كله. تانك بنزين العربيه دي 50 لتر، وعوامل الامان فيها اي بي اس واي بي دي، والنسخه اللي معايا دي ما فيهاش تراكشن كنترول وفيها 2 ايرباج. شكل العربيه من ورا طبعا هو مش غريب علينا، العربيه موجوده من 2010 فحاجه يعني مش جديده تمام، لكن هي شكلها بيدي سنه انسيابيه، سنه يعني انا بحاول ان انا الطف الجو شويه. وشنطه العربيه بتاعتها كبيره جدا، تشيل شنطتين سفر كبار، وممكن توصل لثلاث شنط كمان. يعني هو الرقم الرسمي بتاعها انا بصراحه ايه يعني مش متاكد منه، فعشان كده ما قلتهوش. والتقفيل زي ما انتم شايفين، الشركات اللي بتعمل التقفيل كده، يعني اللي بيعمل على الحته اللي هي بتاعت الشنطه الصاج لما بيعمل عليها حته بلاستيك دي بصراحه انا بحترمهم جدا جدا. الناس دي بتبقى بتهتم بالتفاصيل بتاعه تقفيل العربيه والجوده. وده شكل العربيه من ورا. تعالوا كده نمسك حاجه حاجه. بص، ده بينزل معاها اصلا الستاير دي، تيجي تعمل كده تلاقي مكانها موجود. بيدلعوا العربيات برضو يا جماعه، خلي بالكم بتاعتهم. الباب شكله لذيذ، يعني حتت رابر على حتت جلد، الحته الصغيره دي جلد والباقي اللي تحت ده بلاستيك. ودي مساحه الكراسي او الكنبه الخلفيه اللي ورا. وتعالوا ندخل جوه كده. هنا عندك فتحتين للتكييف موجوده هنا، والمساحه هنا كويسه جدا 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 بصراحه، مع الشكل بقى بتاع فتحه السقف ومع شكل العربيه من قدام. ويلا بينا نطلع قدام. وده شكل العربيه من قدام، ده الباب بتاعها. طبعا ده الكنترولنج بتاع الازاز، او مثلا انت تتحكم في المرايات الضم الكهرباء زي ما انتم شايفين هي ضمه ازاي. وده الكرسي بتاع العربيه جلد على قماش، قماش في النص علشان العرق وكده، والجلد في الاجناب علشان برضو يحلي شكل العربيه. والعربيه بتوحي انها واسعه، وهي واسعه جدا، خلي بالك هي قعدتها كويسه قوي. تعالى كده ندخل. عايز اقول لك على حاجه، العربيه دي سمارت كي تمام، يعني زيها زي ايه مفتاح ستارت انجن، بس بطريقه شيك. ده المفتاح بتاعها، ده مفتاح العربيه، بتحطه فين كده تمام كده، ايه بيروح فاتح لك، فتح المرايات لوحده، بيفتح كونتاكت. بعد ما بيفتح كونتاكت كده انت ممكن تدور، لازم تجيب العربيه على البي وبتروح دايس ستارت انجن. بص هي كاتبه لك ايه اوكي، انت ممكن تدور عادي، تروح دايس كده. ممكن ما تحطش الكارت عادي، لو انت مش عايز تفتح كونتاكت ما تحطش الكارت، ممكن تبقى في جيبك عادي، ما فيش فيه اي مشكله خالص يعني بصراحه. طيب ادي شكل الطاره، ده اللي بيتحكم في مثبت السرعه طبعا مع الزرار اللي هنا.
ده بتاع مثبت السرعه برضو. وعندك هنا شكل الطاره زي ما انتم شايفين، كل الفرنساويين بيحبوا ان المالتي فانكشن بتاعهم يبقى تحت. يعني بص كده، ده اللي بيتحكم في الصوت وفي الموبايل، الميديا عموما يعني. والناحيه التانية انت لو عايز تتحكم مثلا في الاضاءه بتاعه العربيه، فتحات التكييف، كل بقى الجزء اللي عندك ده رابر. خاماتها معقوله بصراحه، مش الاوحش ومش الاحسن، مع الديزاين اللي موجود في النص هنا اللي هو ماشي مع المقبض بتاع الباب بتاع اللي جنب السواق، مع مقبض السواق جنبي هنا برضو. فبصراحه العربيه لذيذه من جوه. كنترولنج التكييف مع الكاسيت بتاعها، وهنا حته الستارت انجن، وفي مساحه صغيره مساحه تخزين، وده الفتيس بتاع العربيه وما فيهوش سبورت مود. شكل العربيه بصراحه مش وحش، يعني بصراحه ان جيت للحق العربيه كويسه. فيها الرفاهيه البسيطه اللي هي مش هتبقى مقفوره خالص، وفي نفس الوقت هي مش واخده منك كل حاجه، يعني هي مديالك الحاجات اللي انت تبقى محتاجها. بالنسبه للسواقه والراحه والرفاهيه وكل الكلام ده، تعالوا بقى نطلع بينا نجرب ونتكلم عن عيوب ومميزات العربيه دي. يلا بينا. قبل التعويم العربيه دي كانت عامله 150 الف جنيه بس، الحاله الكويسه منها. دلوقتي بيطلب فيها من 200 الف لحد ال 300 الف جنيه. انا مش مستغرب ان العربيه دي زادت بعد التعويم في حدود ال 100 الف، مش مستغرب تماما، لان كل حاجه زادت في حياتنا. لكن اللي انا عايز اقوله لك ان العربيه دي عربيه من العربيات اللي سوقها في اعاده البيع واقع جدا جدا جدا. يعني انت طلبت فيها 200، طلبت فيها 250، ممكن ما تجيبش السعر ده، يعني ممكن تتعب شويه علشان تعرف تبيع العربيه دي. ودي برضو حاجه تعتبر من عيوب الرينو الفلونس او عموما الفرنساوي القديم. لكن خليني اقول لك انها بصراحه تستاهل ال 150 200، ما تستاهلش اكتر من كده. العربيه مريحه، قعدتها حلوه، قعده الكرسي مش متعبه تماما. الكرسي جميل، العفشه حلوه، العزل بتاعها معقول في سنتها، مش زي الالماني. يعني انا راكب اوبل استرا، العزل بتاعها مش زي الاوبل استرا خالص، لكن كويس، افضل من الكوري وافضل نسبيا من الياباني. فدي حاجه برضو تتحط لها في نقط القوه اللي العربيه دي عندها. العربيه بصراحه يعيبها ان التكييف ضعيف جدا جدا. احنا في الشتاء شغلنا التكييف من شويه علشان نعرف نتكلم مع بعض كده بالكاميرا وبتاع، علشان بس ما يحصلش اي نويز من بره او صوت خارجي من بره. التكييف كان كويس، بس احنا في الشتاء. الرينو عموما تكييفاته كلها ضعيفه، كلها بلا استثناء ضعيفه، ما عدا الميجان التربو كان تكييفها حلو جدا جدا جدا. فبرضو حط في حساباتك ان انت لو شخص الحرق عندك مش عالي وما بتحتاجش تكييفات في الصيف عاليه، فالعربيه دي هتبقى مناسبه ليك، او اي عربيه اوروبي. لكن لو انت درجه حراره جسمك كده عاليه على طول ودايما بتبقى دافي حتى في الشتاء زيي بالظبط، انا عامل زي العربيات الالماني، انا بشبه نفسي بالعربيات الالماني، بسخن بسرعه تمام. فانا بحتاج تكييف يكون كويس بتاع العربيه، فالعربيات دي ما تنفعش معايا تماما تماما، برغم انها ممكن تديني اوبشنز وراحه ورفاهيه او وقت نزول العربيه دي كان فيها عوامل امان مش موجوده في غيرها، اي بي اس واي بي دي، واحيانا بينزل فيها تراكشن كنترول، وبينزل فيها ايرباجات، والعربيه متدلعه وفتحه سقف زي ما انت شايف، وواسعه جدا من جوه. عربيه حلوه فيها حاجات كتير مميزه. لكن بالنسبه لي نقطه التكييف ممكن تخليني ما اشتريش العربيه اصلا. وزي ما قلت لك، عزل الصوت حلو، عزل الحراره كويس، تكييف العربيه ضعيف، الثبات بتاع العربيه حلو جدا جدا بصراحه. اما انا جربت قبل كده الميجان 1 والميجان 2، انبهرت بصراحه بعربيات رخيصه في السعر. كانت ساعتها يعني زمان كانت تحت ال 100 الف جنيه، وعربيات بتديك ثبات مش موجود في عربيات اغلى منها كوري وياباني. فانا كنت مستغرب بصراحه. الاوروبي بيتميز في النقطه دي، على السرعات العاليه مش هتضايقك تماما، العربيه مش هتبقى متعبه خالص، ولا هتلاقي نفسك ان انت قاعد خايف من العربيه او هي مش واثقه في نفسها في المشي. بالنسبه لفراملها فهي بالنسبه لي متوسطه كويسه معقوله، لا الافضل، لا العربيه اللي بتلمس فرامل بتقف، ولا فرامل ضعيفه، هي كويسه بصراحه. العفشه مريحه زي ما انا قلت لك جدا جدا. الفتيس والموتور، يعني انا ما بحبش الفتيس الاربع سرعات، دايما بيستهلك بنزين كتير، واستهلاك البنزين للعربيه دي يعني معقول، مش وحش، بيلعب في 8.5 لتر كل 100 كيلو، واحيانا اكتر على حسب دوسه رجلك.
الفتيس الاربع سرعات دايما بيكتف العربيه ودايما بيعلي صوت الموتور وبيستهلك بنزين كتير، وبتحس ان العربيه مش واخده راحتها قوي في المشي. فالفتيس اللي معايا علشان برده هو اربع سرعات اوتوماتيك فمكتف الموتور شويه. الموتور بتاع العربيه دي كان ممكن يطلع اداء احسن مع فتيس تاني 6 سرعات، مش مع فتيس سي في تي زي الفيس ليفت بتاع العربيه دي. لان خلي بالك 2010 11 12 بينزل موتور وفتيس، من اول 13 موتور وفتيس تاني خالص اللي هو بتاع السنترا والجوك. والسنترا والجوك كلهم عيوب فتيس. فانصحك ان انت لو عايز تشتري الرينو الفلونس خليك في الموديل اللي معايا ده اللي هو من اول 10 لغايه 2012. اختبارات الامان بتاعت العربيه دي لما دخلت زمان خدت 4 نجوم امان، وده كان رقم كافي ورقم كويس جدا جدا في سنتها يعني. يلا بينا نبص على التسارع. هتطلع من 0 ل 100 في كام ثانيه، وبعد كده اقف بالعربيه اقول لكم عيوبها ومميزاتها. طيب يا جماعه دلوقتي العربيه ما فيهاش تراكشن كنترول اقفله، فانا قفلت التكييف ونيجي يمين سنه كده وهنا على المانيوال. تمام. طبعا الفرنساوي كله بيبقى ايه، بيبقى 10 30 50 بالفردي يعني مش بالزوجي. فنيجي كده سنه ونفرمل ويلا بينا نبدا. طبعا صوت موتورها بيعلى زي اي عربيه. شايف الناتشه دي؟ كان في ناتشه من الاول للتاني، وواحد صاحبي قال لي الكلام ده، هي عدت ال100 كده كده. ركز معايا في الكلام اللي انا هقوله لك ده، عيوبها ومميزاتها. نبدا بالعيوب. عملت اي تعديل في العربيه دي او في الميجان او في الرينو عموما، اللي انت مثلا ايه غيرت الانوار الاماميه، ركبت امبيانت لايت، ركبت شاشه، الكلام ده، جيت جنب ضفيره العربيه، هتكره العربيه وهتكره نفسك وهتكرهني انا كمان مش عارف ليه. بس العربيات دي صعبه شويه وتقيله في اعطالها الكهربائيه. يعني بيجي ليها شويه ايرورز كده مش مفهومه حتى لغايه دلوقتي. اصلا العربيات الفرنساوي بيبقى فيها شويه ايه مشاكل في الكهرباء، وبيجي برضو ليها مشاكل تاني بسبب البنزين الرديء. اختار دايما البنزينه اللي انت تحط منها بنزين، علشان علبه البيئه بتتاثر جدا بتاعه العربيات الفرنساوي. اعاده البيع بتخسر زي ما انا قلت لك. تكييف العربيه اي كلام ما عجبنيش زي ما انا قلت لك برضو في التجربه. ودوره التبريد بتاعه العربيه دي بتحتاج اهتمام على طول. عداد الحراره معايا كان في التجربه قاعد بيلعب، يعني بيجي عند النص وبيزيد سنه وبينزل تحت لو انا مشيت على طريق سريع او على هاي واي. فخلي بالك من النقطه دي. مميزات الاموره دي بقى، قطع الغيار بتاعتها من ناحيه الموتور والفتيس هتلاقيها بتاعه الميجان 2، او هتلاقيها يعني بمعنى اصح او بمعنى تاني انها تبقى رخيصه. كل قطع غيارها متوفره، مفيش منها مشاكل خالص. العربيه كل مشاكلها تتلخص بس في زي ما انا قلت لك في حته الكهرباء. فما عندكش مشاكل مع الموتور، ما عندكش مشاكل مع فتيس، ما عندكش مشاكل مع العربيه في اي حاجه تانية خالص. من جوه هي مش احسن حاجه وهي بلاستيك وكده، فلو خدتها عربيه متهانه هتلاقي نفسك انت كاره نفسك. العربيه بتزيق من كل مكان. راحه رفاهيه مفيش فيها اي حاجه بصراحه تضايقك. العربيه قعدتها مريحه، تقعد معاك كذا ساعه، واسعه جدا من جوه، لذيذه في القعده. عربيه فيها اوبشنز بسيط بس تحس ان انت فعلا واخد كل حاجه، من ناحيه بقى مثبت السرعه ومن ناحيه الكاسيت اللي صوته حلو مش وحش. فبرضو عندك شويه حاجات في العربيه دي تخليك اللي انت تفكر فيها، من ناحيه برضو فتحه السقف وغيره وغيره وغيره. فقول لي رايك في العربيه دي، ودي عيوبها ومميزاتها، وانت اللي ليك قرار في الاخر ان انت تشتري العربيه زي دي. ولو عايز تشتري اي حاجه من على تطبيق نون في مصر والامارات او الخليج عموما، هتلاقي الاكواد بتظهر لك دلوقتي على الشاشه، وهتلاقيها موجوده كمان تحت في الديسكربشن. وعايز تشتري اي حاجه من على تطبيق نمشي في الخليج بس، هتلاقي اكواد بتظهر لك دلوقتي على الشاشه، وهتلاقيها موجوده تحت في الديسكربشن. اكتب الكود عند مرحله الدفع هتاخد خصم كويس. اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم.